اتحرك يا اسطى. بتعمل ايه يا بني ادم في وسط الشارع؟ مديتيشن يا جهلة، مديتيشن يا ناس. هدوا اعصابكم كده، ريلاكس. مش مستاهلة كل ده. لازم نحافظ على اعصابنا وهدوءنا. نفس عميق. ده انت بارد وعايز لك بوكس عميق. يا سلام لو كل الناس تهدى وتبقى ريلاكس زيك كده بلكونة. انا بحب الريس بلكونة عشان دماغه كرييتيف بصراحة. الله عليك يا ريس. وانت مش ناوي تبقى كرييتيف بقى وتبهر الدنيا وتتجوز بنت وتخلصني بقى؟ ما المشكلة مش فيا يا عم مغاوري، انا ابهر اي واحدة. المشكلة فيك انت بقى بصراحة. انت اللي بتقطع عليا الجوازة وشكلك كده عينيك فيها. هيبقى عليك يا ليمون، ما تقولش كده يا عم. انا عايزك تفتح مخك، ولما يسألك اسئلة تجاوب وتفخم على نفسك. يا عم ابقى قول اي كلام يا عم. ماشي يا عم، بس انت بقى ما تتكلمش خالص ولا تعمل اي حركة من حركاتك دي. يا عم ليك عليا اطلع نفسي مش عارف حاجة عشان انورك واظبط عليك قدام الدجل وقدام بنته نعناع برضه. الله عليك يا عم مغاوري وتضحياتك الثمينة. ماشي، انا موافق يا عم، يلا بينا. ازيك يا مغوري بيه؟ ازيك يا سيد لمونة؟ ها يا لمونة، اخبارك ايه؟ طورت من نفسك وغيرت من شخصيتك عشان تتناسب وترتقي مع مستوى بنتي؟ خلاص يا دجل، لمونة بقى جاهز لاختبارك، وشخصيته خلي بالك بقت جامدة وعلى ضمانتي يا باشا. طب قول لي يا لمونة، انت جاهز لتقلبات بنتي وهرموناتها اللي بتتغير ما بين كل لحظة والتانية؟ تبدلات عاطفية وتغيرات داخلية. جاهز يا عم ومستعد لكل هذه التقلبات اللي انا حتى مش فاهمها. وانا كمان بتقلب زيها واتغير واتنكر كمان لو عايز، وبتنكر للجميل عادي جدا. بالظبط، ده انا لسه مغدي امبارح واتنكر للجميل ده فعلا. طيب انا معيش بنتي في مستوى عالي. لو بنتي طلبت منك تعيشها في نفس المستوى، هل تقدر تحقق رغبتها؟ يا عم عاطف، انا اساسا هجيبها ونيجي نقعد عندك في البيت في نفس بقى المستوى، ونملى عليك حياتك بقى وحقق لها رغباتها، وادخل السعادة على قلبك يا عم. يا سلام عليك يا لمونة، شفت اديك الليمونة اتغير كيف وبقى كريتيف وضرب جزرتين بحجر واحد، نفذ رغبتها ودخل السعادة لقلبك يا باشا. كرييتيف ايه بس؟ ده شحيتيف. ده مش هيصرف على بنتي. انا راجل ارستقراطي ماشي بمبدأ الفونسو هيريرا. ارفع راسك فوق وقول لا لجواز العامة والجوجاء. غوغاء؟ ايه يا عم عاطف الكلام ده بقى؟ العامة والغوغاء ينفع كده؟ لا يا عم عاطف يا ديجي، لمونة راجل مكافح وماشي بمبدأ الفيلسوف سينو بظروف اللي بيقول ايه بقى: كافح ثم كافح ثم كافح وربنا ما انت فالح. حلو يا عم مغوري. شفت يا لمونة مغوري بيه فهمك وعارف انك مش فالح مهما عملت، وان لسه اللي يستحق برضه بنتي هو عم مغوري. يا دي النيلة عليا وعلى سنيني يا عم مغاوري. انت بتقول عليا ان انا مش فالح يا عمي وتبوظ لي الجوازة؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ الله ما قصدي يا لمونة، انا بقول كلام الفيلسوف والكلام موجه للعامة. والجوجاء العامة، والعامة دي تبقى اخت ابوك. اخت ابوك؟ مش اخت ابوك ده اللي هو الكائن البحري اللي عنده ايدين كتير؟ فك بقى كده يا عم عاطف بقى وانت يا عم مغاوري سيبكم من كلام الفلاسفة اللي هيضيعنا ده. يا عم انت وهو انا عايز اتجوز بقى، قولوا لي اعمل ايه؟ في يقول لك مرة اخطبوط راح اتقدم لاخطبوطة، قال لابويا يا عمي انا من ايدك دي لايدك دي لايدك دي لايدك دي. اعمل زي يا لمونة. انا قعدت نص عمري اجري ورا حلمي لحد ما اتحقق ووصلت للمستوى اللي انا فيه ده، وبقيت راجل ارستقراطي قد الدنيا.
على حق يابا. حاضر، انا هجري ورا حلمي واثبت لك ان انا قد الكلام ده. روح يا لمونة واثبت لي انك تستحق تكون جوز بنتي المستقبلي.